السلام عليكم البنات، صحة فطوركم، لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم افخاذ الدجاج المقرمشه بمقادير بسيطه والبنه ما نحكي لكمش ولا اروع. نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. هنا عندنا افخاذ الدجاج. هنا في مقلاة ضعت شويه زيت، حطيت افخاذ الدجاج يتقلاو شويه باش يعطونا بنه. قليتهم شويه. هنا الكميه ديروا على حساب افراد العائله. ضفت لهم شويه ماء. انا عندي ملح، توابل عندي ملح، جوج فصوص ثوم، شويه زعتره، الا ما عندكش ديري رند، شويه فلفل اكحل، ونخليهم يطيبوا. هنا في كاسرونه حطيت جوج حبات بطاطا بعد ما قطعتهم مربعات، درت لها شويه ماء وشويه ملح، حطيتها فوق النار تطيب. وهنا بعد ما طاب لي الدجاج نحيت له داك العظم كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميه. فتتوها البنات بهذه الطريقه. نخلوا العظيمات للتزيين. هنا بعد البطاطا ما طابت مرستها مليح، مرسوها وهي سخونه البنات. ضفت لها شويه فلفل عكري، اللي يحب الحار يدير الحار. هنا شويه معدنوس، ونخلطوا كل شيء مليح كما راكم تشوفوا البنات. من بعد نضيف البطاطا للدجاج اللي فتتو. هنا ضفت له شويه جبن مبشور باش يعطينا بنه. ونخلطوا المكونات مليح بهذه الطريقه. طريقه سهله. انا شكلت كويرات على حساب الافخاذ اللي عندي 7 افخاذ، درت 7 كويرات اللي هما لي كويس. انا نشكل واحد الحويره في الوسط ما راكم تشوفوا. ندير لها شويه جبن مبشور بهذه الطريقه. ساهلين البنات. ندير داك العظيم اللي خليته ونشكل الكويس بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. طريقه سهله، وصفه سهله وبسيطه. عندك فخاد الدجاج والبطاطا والفرماج. نعاود لكم واحده اخرى البنات باش تفهموا الطريقه مليح. ندير فتحه في الوسط كيما هكذا كما راكم تشوفوا. نحط شويه جبن مبشور، وانا استعملت جبن شيدر. ندير داك العظيم ونشكل الكويس تاعي. نشكل الكويس تاعي
بهذه الطريقة. يعني صراحة ولا أروع. كيما هكذا البنات تنكمل كاع الكمية اللي عندي. راني كملتهم البنات. انا عندي 2 حبات بيض، ضربهم مليح. 2 حبات بيض. عندي لا شابلور، عندي شويه فرينه. نجيب دوك الفخيدات نديرهم في الفرينه اللي كويس تاوعنا، الفرينه ومن بعد في البيض. نفوتهم في البيض. نديرهم في لا شابلور. نغلفوا الفخيد مليح البنات هذه الطريقه. تو في الفرينه، من بعد في البيض. عاود نفوتهم في لا شابلور. حتى نكمل كاع الكميه. هنا البنات ندير الزيت تسخن. نبداو بسم الله نقليو من الفخيدات. خلو الزيت تسخن مليح البنات. نخليهم تحمروا مليح بهذه الطريقه حتى نكملوا كاع الكميه. اروع ولا اروع. لازم نجربوا هذه الوصفه. وصفه سهله وبسيطه والنتيجه ولا اروع. يا سلام ما شاء الله. شوفوا بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شهيتكم في الجنه.